هلأ شيلك من التأهل والفرحة واللاعبين اخدين بعض بالحضن. بس بتعرف منتخب السوري لعب 3 مباريات بنفس القميص ما غير، والسبب لأنه متعاقدين مع شركة سيئة، لا قميص منيح، لا شركة اللوجو منيح، ولا شي منيح. شركة معفنة على الأخير، ما بعرف ليش متعاقدين معه ولسه عم يرعى المنتخب. طبعا هاي الشركة هي شركة جاكو الألمانية يلي بترعى عديد من المنتخبات والأندية من بينها المنتخب السوري. مثل ما شايفين قميص لا تصميم، لا لوجو منيح، وكمان بيمتص المي، بيصير تقيل أتقل من الإسمنت. ما بعرف اللاعب السوري كيف متحمل هالطقم. المهم، سؤال للاتحاد السوري، ليش ما بتغيروا بعد ما ينتهي العقد مع هالشركة؟ هاي أبرز الشركات اللي ممكن تتعاقدوا معه، بلاها هالشركة المعفنة.